زي ما انتوا شايفين كده انا دمرت القلاية الهوائية بتاعتي بدون قصد. كمية دهون ما حصلتش. طبعا انا كنت بغسلها باستمرار، يعني مش استمرار قوي بصراحة، يعني انا مثلا ممكن كنت مثلا هعمل مثلا ستريبس مثلا شوية النهاردة مثلا، افتكرت مثلا لا ده انا بكرة او الصبح مثلا انا ممكن هعمل حاجة تانية فمش لازم اغسلها. حلو. ده اول مشكلة كانت بتحصل لي. تاني حاجة كنت انا كل ما اغسلها كنت انا بغسلها باللي هي الاسفنجة الناعمة. كنت خايفة اغسلها باللي هي السلك الخشن ده عشان ما تتجرحش، عشان ما تعملش زي الطاسة العادية وتتجرح وتبقى مضرة. حلو. مرة في مرة لقيت الدهون تراكمت، حطيت الكربونات ومفيش فايدة، حطيت المية غليت مية مغلية وسبتها فيها من بالليل للصبح، حطيت فيها الفيبة من بالليل برضو للصبح، قعدت اعمل بلوفة. طب خلاص نجيب بقى السلك بقى نشتغل فيها، مفيش فايدة. فكان النتيجة هي فضلت كده واستمرت على كده وما كانش لها حل. جبت زي ما انتم شايفين كده الورق الكب كيك وبقت زي الفل وعادي بقى، اتعودت عليها كده. في لينك فيديو تحت القناة هقولك ازاي تحافظي على القلاية الهوائية، وكمان في وصفات كتير تحت الفيديو. إلى اللقاء، انتظروني في فيديو قادم. مع السلامة.